بيبي وينك؟ ليش ما عم ترد علي؟ كثير شغلت اللي بالي. في إلك عندي أخبار حلوة وأخبار مو حلوة. شو بتحب بلش لك؟ شكله ما عاد في شي ناطرنا غير السيء. بلا في. هلا لما كنت أنت غايب أنا رحت التقيت بضيوفك وحزير شو قرروا إنهم يدعموك. ماني شايفتك مبسوط. لأنه الأخبار السيئة عندي. أخبار سيئة؟ لما قررت أتزوجك تعرف شو قالوا لي؟ قالوا لي هي ما بتستاهل تكون مرتك، ما بتستاهل تكون أم أولادك. شو مناسبته هالحكي هلا؟ مناسبته إني يا ريتني ما عرفتك، يا ريتني رديت على أخي وتزوجت بنت شريكه، كان أشرف لي من هالعيشة معك. فيني أفهم شو عم يصير؟ بدك يعني فهمك؟ إيه. مين هي؟ مين هي؟ هي أنا بس مو أنا. ولك عم تخونيني؟ أنا ما عم خنتك. تخونيني رشا؟ دايم أنا ما خنتك. أنا ما ليكي خنتك. انت موديل ورح تضلي كل عمرك موديل. في مين هو؟ مين هو؟ أنا ما خنتك. أعمل لك ما خنتك. وين كنت قبل ما تيجي؟ عند أيمن ابن أخوك. خرسي خرسي، بدك توقعي بيني وبين اخي وليه؟ إذا مالك مصدق اتصل فيه وتأكد. عرفتوا مين هو؟ أستاذ بتمنى ما تكون تسرعت مع مدامتك. شو في؟ الشقة اللي كانت فيها المدام ابن أخوك ساكن فيها، بس هي الشقة باسم رفيقه، لهيك ما قدرنا نعرف مين ساكنها، وبخصوص الصور شو بقى الصور؟ من لحظة وصلوني ما كتير اقتنعت، وتأكدت إنه الصور فوتوشوب، بس هذا ما بيعني إنه حتى لو فوتوشوب ما رح يحسفوا علينا بحال تم نشرهم. رشا اسمعيني، أنا بعتولي صورك وقالوا لي إنك فتي على شقة ساكن فيها شاب لحاله، طلعوا الصور فوتوشوب والشقة ساكن فيها ابن أخي. أنا آسف. بعد عني عن الموديل الوسخة اللي ما بيسوى تحمل اسمك وولادك. رشا الموديل الغبية كانت كل نهار عم تحاول تحمي ظهرك، وانت شو عم تعمل؟ بعد حدا يراقبها لأنها وسخة، لأنها موديل. أنا آسف. بعد عني عن الموديل الوسخة اللي ما بيسوى تحمل اسمك وولادك. رشا هي الموديل الغبية كانت كل نهار عم تركض لتحمي ظهرك، انت شو عم تعمل؟ بعد حدا يراقبها لأنها وسخة. هي الموديل الغبية كانت عم تحاول تصلح بينك وبين أخوك، عم تحاول تمنع ابن أخوك من إنه يرتكب جريمة بحق عائلتكم. تعرف ابن أخوك أيمن شو عامل؟ مخدرها لريم وهي هلا حامل منه، وتنكر لكل وعوده لها بالزواج. رشا أنا رح استناك لبعد الانتخابات، وبعدها بدي الطلاق. وإذا هالشي ما بيأثر عليك أنا اليوم بدي أتطلق. رشا دايما بتعرف إذا ريم تشتكي على ابن أخوك إنه حط لها شي بالعصير واغتصبها، شو رح يصير بسمعة عائلتكم؟ أنا بدي الطلاق. لك الله لا يعطيك العافية ويسود وشك كمان على العمة السوداء. لا أنا ما ربيتك لتطلع ناكر جميل مثل قطط الشوارع. لك ما خطر على بالك عمتك شو ممكن يصير فيها لما يعرف جوزها إنه عملت عملتك السوداء مع بنت أخته؟ لك ما خطر على بالك إنه الله يبعث لك شي واحد ابن حرام يعمل بأختك مثل ما عملت معها؟ إيه لا أنا ما دخلني، هي السبب. خلاص ولا انت ابني وانا بعرفك كثير منيح، اقسم بالله لا اشهد انك انت اللي عملت هالعمله السوداء. وأنا بشهد معك أخي، منه بدعم حملتي الانتخابية إنه أنا يعني عم كافح المجرمين والفاسدين حتى لو كان ابن أخي. اسمعوا لا بدك تتجوزها ورجلك فوق رقبتك. اتصل فيها وخليها تحدد موعد مع اهلها. اتصل. اقعد لشوف. وانت
شو قصتك مع مرتك كمان؟ لك عندك مرة بتتدقل بالذهب، شبنا؟ والله يا اخي ما بعرف شو بدي اقول لك. مو راضي يعني ترجع ومصرة على الطلع كمان. بدك الصراحة ما بلومك، بس ماني حسنان أعيش بلاها. اخي طول بالك عليها، بركي الزمان بيهدي النفوس وبترجعوا لبعض. انا بالنسبة لي اهم شيء هلا تركز لي على حملتك الانتخابية واللي بيجي من الله يا محلى. إن شاء الله. ولهي الأسباب الصحية ولأسباب غيرها أنا بدي انسحب من الانتخابات. شكراً لكل الناس اللي دعموني بالحملة السابقة، وبدي أعتذر من كل الناس اللي خذلتهم. شكراً. مفتاح البيت لساته معي. انت شو مرضك؟ أنا مرضي إنك مالك موجودة معي. يا الله ما اغلظك. وانا كنت على اعصابي كل الطريق. بس قلي انت ليش تركت الانتخابات؟ أنا لو ما عملت هيك كنا انفضحنا، كانوا انتشروا كل صورك وما حدا من الناس عرف إنها مركبة تركيب. يعني انت ضحيت وخسرت كرمالي. أنا ما خسرت، أنا كسبت. أنا كسبت أخي من أول وجديد، وابن أخي راح أتزوج. بس الأهم من هذا كله كسبتك أنت إنك رجعتي لي. رجعت بس بشروط. وشو هن بقى؟ اول شيء انا ما رجعت لحالي. إجا حدا معك يعني؟ هوبي بيبي. شرفك. عمالك علي شبك، عمل لك حامل. ايه اعطيني عنك. هلا بلشنا الدلال. ايه صحيح نسيت اقول لك، مشتهية على كثير شغلات، موز وافوكادو واناناس ومانجا وفريز، ورايحه افتح الباب. عمهلك. اهلا وسهلا يا اخي، يا مرحبا. علينا اخي. خلصنا من هلا مرحبا. اسمع، كنت فوق عند مسؤول كبير كثير، حكيت له قصتك، قال ما بدهم اياك ننسحب من الانتخابات. عن جد؟ وعرفوا مين ورا الصور. انا بعرفون. انت ما إلك علاقه، هن بيتصرفوا. طمن. الله يخلي لي اياك يا اخي. ولو يا هالدين، نحن اخوه والدم ما بيصير مي.